جبنا مكرونات. نعم يا جماعة. مش عارفه معلقانا فوق ليه كده. حلوه دي. في ابتلاء شديد 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 شديد. الكلمه هربانه مني. اللي بيزعل نظرتكم لينا اللي بتخلينا نحس ان احنا مكسورين او ان احنا مش زي بقيه الناس. فين الورقه دي؟ تمام. الام استحاله استحاله ترمي ضناها. ما ينفعش العب اللعبه الرديئه بتاعت ده عبء عليا ومش عارفه مين، يلا خد عيلك يلا خد. ايه القرف ده؟ احنا عايشين فين؟ احنا عايشين في غابه. يا رب سبحانك بجد. ايه يعني ما احلى هذا المنظر. يا سلام. بصوا يا جماعه، المفروض ان ايه النهارده في عاصفه ترابيه بيقولوا عليها العاصفه شيماء. ايا كان هي شيماء مش شيماء، بس بصوا الجمال والله. الهوا ساقع وجميل، والهوا كده فيه روايح جميله. ياه، النهارده الجمعه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا. ما شاء الله ما شاء الله. الله على الهدوء يا جماعه. كوبايه شاي بقى ونقعد بقى نقرا قرآن بقى، والمزاج بقى في اللي اديله ادي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده فيديو جديد يا جماعه. ما تنسوش تعملوا اللايك وتعملوا الاشتراك في القناه. الاشتراك اشتراك اشتراك. احنا 95 بسم الله ما شاء الله. عايزين نزيد بقى يا جماعه، عايزين نزيد بقى. قفلوا لنا ال100. نفسنا نوصل بقى لعدد كويس من المتابعين. واهلا بكم في القناه بتاعتي. انا مامة لولو ودي لولو بنتي. النهارده بقى هفتح لكم قلبي وهحكي لكم حاجات كتير قوي، وعايزه شويه حماس، وعايزه بقى ايه فرقعه في الكومنتات جامده جدا. كل واحد يكتب تعليق جميل زيكم كده. وطلعنا نتغدى بره. عايزه اقول لكم اليوم ده انا هموتكم الضحك. انا كنت صايمه وبمثل عليهم ان انا فتره وباكل عادي. كنت صايمه وما كنتش عايزه يعني ايه عشان اخويا عازمنا على الغدا بره وكده. ف ما كنتش عايزه اقول له ان انا صايمه، فهيقول لي طيب ايه، هيكنسل الخروجه فبنتي وماما هيتظلموا. فقلت لا، هقول لهم عادي ايه ان احنا هنخرج وبتاع. ومثلت ان انا باكل، كنت بعمل نفسي طبعا. الحمد لله النقاب خادمني جدا في الموضوع ده، فهو مش عارفين انا باكل ولا مش باكل. الحمد لله. زي ما انتوا شفتوا كده كلنا بقى ايه رز وفراخ، وانبسطنا احلى انبساط. والمفروض احنا بنفسح لولو، وزي ما انتوا شايفين لولو ضربه البوز. والله ما فاكره هي ضربه البوز ليه. هي خلصت اكل بس كانت عايزه تطلع بره. وادي انا اهو بقول لكم انا اهو يا جماعه. طلعنا وقلنا بقى ايه نغير جو وناكل شويه حاجات كده وايه. هنقلكم بقى على النقطه التانية. جماعه الجو كان حلو قوي قوي قوي، وانا طلعت لنفسي الهدوم الصيفي وبس. حتى بتاعت لولو ملحقتش بصراحه، طلعتها بس ملحقتش اغير لها، لان احنا خدناها من المركز بتاعها على بره على طول، من بره. فهي لسه لابسه الشتوي بتاعها. حتى دي الهدوم من المركز بتاعها مش هدوم الخروج يعني. بصوا المكان يا جماعه والاجواء جميله جدا. عايزه اقول لكم ان ده يعني لما انا صورت لكم يوم الجمعه ده يوم غيره. ده كان يوم بسم الله الرحمن الرحيم. ده كان يوم الاثنين عشان انا كنت صايمه يوم الاثنين. قلنا بقى ندخل كارفور بقى، ندخل هايبر ونشتري شويه حاجات كده كانت ناقصه. ودخلنا بس لولو ما شاء الله يعني ظبطتنا زي ما بتظبط اي حد في الدنيا. عياله بيظبطوه في لما بيدخلوا الماركت. انا بنتي ظبطتني لما دخلنا الماركت على طول. المهم يا جماعه مش عارفه لولو حاطه الشاليمو في بقها ليه. ربنا يهديكي يا بنتي. جينا بقى ايه قلنا هنشتري بقى شويه زيت. يا جماعه الزيت غالي قوي. بالمناسبه يعني الزيت غالي قوي، كل حاجه غليت. بس الحمد لله يعني. جينا هنا بقى كنت بوريكم المكرونات. احلى بجد مكرونه ممكن تاكلوها اللي هي ايطاليانو دي. جماعه جميله جميله بطريقه. بس هي يعني هي سعرها اغلى من المكرونات التانية، بس هي في نفس الوقت جميله جدا. وتابعوا معايا الفيديو، واللي لسه ما ضغطش لايك اضغط اللايك. انا شايفاك يلا ما ضغطتش اللايك، ادخل اضغط لايك لو سمحت. ولو سمحت كومنت عشان الكلام ده بيفرق معايا. الفيديو بيعلى وبيرتفع كل ما بتكتبوا كومنتات كتيره، كل ما الفيديو بيعلى. يعني اللي بيكتب كومنت اكتب كومنتين 3 والله ما هتخسر حاجه. حط قلوب يا سيدي، خلي الفيديو يوصل لاكبر عدد ناس لاكبر عدد مشاهدين.
وخلاص هنا بقى كنا مروحين، ونهاية الفيديو مهمة جدا جدا جدا، وعايزة رأيكم ضروري جدا جدا جدا، ونقعد ونتكلم ونتناقش مع بعض في الكومنتات، واللي عنده أسئلة يكتبها لي برضو في الكومنتات. واسيبكم بقى كده خلاص، احنا راجعين البيت، وهقعد افتح لكم الكاميرا ونقعد بقى ايه نولول مع بعضينا. هحكي لكم بقى ايه. كان كلام بصراحة بيني وبين واحدة صاحبتي، كلمنا فيه النهاردة. يا جماعة الفيديو ده اتصور على يومين تقريبا. ف صاحبتي كنا بنتكلم في موضوع كده، يعني انتوا هتعرفوا دلوقتي في اخر الفيديو ايه هو الموضوع ده، و تقولوا لي بقى رأيكم ايه. وخلاص احنا هنا كنا مروحين، واشوفكم بقى ايه. خليكم معايا لاخر الفيديو، اوعى حد يقفل، اوعى اياك. جماعة ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشوني جدا جدا جدا. والله انا جايه المره دي عايزه اكلمكم في موضوع مريت بيه مهم جدا. هو حاجه عامه مش حاجه شخصيه قوي، بس ايه رايكم يا جماعه نتكلم في موضوع ان لما حد بيشوف شيء في حد تاني، بيشوف شيء نوع من انواع الابتلاء. يعني حد مثلا، اصلا انا لسه كنت بتكلم في الموضوع ده مع صاحبتي النهارده، وهي كانت بتشوف الفيديو ده. انا اقول لها ايه، مش هقول اسمك ولا اي حاجه، بس انا هتكلم في الموضوع نفسه لانه هو موضوع بصراحه مهم جدا. لما حد يكون ربنا اداله ابتلاء معين، ابتلاء بمعنى اختبار، ابتلاء مش بلاء، تمام؟ ابتلاء بمعنى اختبار، ربنا بيبتليه في حاجه، وبعدين الناس بقى اللي هم ما عندهمش نفس نوع الابتلاء ده، فيبداوا يحكموا عليه ان انت والله انت ربنا ابتلاك الابتلاء ده لان انت فيك صفه كذا، او انت مثلا لو ابتلاء ده في حد من عيالك مثلا بسبب ان انت اهملته، بسبب ان ده مش عارفه ايه، بسبب ان احنا قلنا لك ايه وانت ما سمعتش الكلام. والناس يبتدوا ينزلوا بقى التهم والمشاكل وانت عملت وانت اللي فيك وانت اللي فيك، فيجرحوا الشخص ده وهم من جواهم في نوع من انواع الشماتة، مع احنا عايزين نبان ان احنا الافضل. وانا عايزه اقول لكم يا جماعه بصراحه الموضوع ده ليه ابعاد كتير قوي. طبعا اول حاجه ان الشخص لو افترضنا انه شخص كويس، ان هو عايز مثلا قلبك عليا، تمام؟ لو الشخص كويس ده قلبه عليا او هي قلبها عليا، هتحسوا ان الكلام طالع من قلبها ما فيهوش نوع من انواع الشماته ابدا ابدا. نركز في الموضوع ده، هتحسوا الموضوع طالع من قلبها بخوف. طيب انت مثلا، انا هتكلم عليا انا مثلا، انا كأم لطفله من ذوي احتياجات الخاصه، بنتي عندها تاخر، تمام؟ حد جه قال لي والله هي عندها، هو العيب ده منك ولا من ابوها؟ كلام مستفز بصراحه، كلام مستفز. ان هي كويسه وعايزه تعرف، لان والله يا مثلا يمكن تكون مثلا مش عايزه تقع في نفس المشكله، او خايفه، او نوع من انواع الوقايه، فهي عايزه تعرف الموضوع ده، تمام؟ طيب نسالها والله يا جماعه ده دي حاجه ممكن تكون جينيه، ممكن تبقى، او ممكن تبقى حاجه مالهاش علاقه بالوراثه مثلا، مالهاش علاقه بالام بالاب، ده مثلا خلل في الطفل نفسه، او ده تلوث بيئي. ونبتدي نتكلم بالكلام ده كله، مع ان السؤال اصلا بدايته بتوجع، بس احنا بنبتدي نقول ايه، تتقمصي، مش تتقمصي، انت تجاوبي وتشيلي من دماغك ايه سوء الظن ده خالص، تبعديه كده منك، تمام؟ طيب تيجي بعدها، طب وانت جربت دكتور فلان، جربت مش عارفه مين؟ اه والله جربت ولفيت وبهدلت الدنيا ومش عارفه مين، والله مش عارفه اوصل لحاجه معينه. طيب ازاي مثلا انت بصراحه والله العظيم انا هقول لكم على نفسي، والله انت اخصائيه، يعني سبحان الله انت اخصائيه وبنتك طالعه عندها مش عارفه مين، سبحان الله. طبعا الواحد بيسمع كلام ما يعلم به الا ربنا. وبعدين بقى ايه، اصل بقى حته بقى ايه، اصل مش عارفه ابوها وفين ابوها وفين ابوها ومش عارفه فين ابوها. طبعا يا جماعه بحكم اي اتنين مثلا يكونوا متجوزين وبينفصلوا، بحكم يا جماعه اي اتنين بيكونوا مثلا متجوزين وانفصلوا لاي ظروف، دي حاجه مش عيب اولا. ثانيا ده شيء بيحصل لكل الناس. ثالثا مش شرط يكون الاب وحش يا جماعه، ولا شرط تكون الام وحشه، ممكن ان احنا الاثنين ما اتفقناش عادي. نرجع، جالي تليفون معلش ما عرفتش
فصلنا وانا اصلا نسيت كنت بقول ايه. بس المهم يعني طيب، ان انتي كأم لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة انتي بتبقي محطوطة في ابتلاء شديد 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 شديد. بس انا هقول لكم حاجة، احنا سبحان الله ابتلاءنا، تمام، بما اني ام يعني لطفل ذوي احتياجات، احنا ابتلاءنا بيبقى ظاهره صعب قوي، باطنه مش بالدرجة اللي انتم متخيلينها. بمعنى ايه؟ بمعنى انا ببقى انا بلعب في دور بنت في حياة بنتي، بلعب دورها هي كمان. بمعنى طبعا هي بعلمها تاكل لوحدها، تدخل الحمام، الكلام ده كله. بس انت كأم لازم بتبقي ايه؟ بتبقي مرشده ليها، او بمعنى اصح تبقي زي الظل بتاعها، تمام؟ ان انت مثلا هي كلت هتاكل لقمتين بمزاجها كويس بالمعلقه بتاعها، بعد كده ايه؟ هي جعانه بس هي مثلا ايه؟ مش بتكمل للاخر، او بتاكل بتوقع حاجات عليها، فانت وراها بتقعدي تمسحي وكده. فانت بتتعاملي مع طفل، لو بنتك كبيره هتتعاملي مع طفل، تتعاملي معاها على اساس انها طفله مثلا عندها سنتين 3. لو دخلتيها مثلا الحمام مثلا ودخلت واتشطفت، فانت بتشيكي تاني ان هي اكيد شور ان هي تماما نظيفه. يعني ده اللي انا اقصده، ان انت بتلعبي كمان دورها هي، حتى لو انت معوداها او معوده ابنك على ان هو يتعامل كويس، او ان هو بيعرف يعتمد على نفسه كده، بس انت لازم من وراه بتشيكي تاني. فانت بتلعبي دورين، دور الام ودور ابنك نفسه اللي عنده مشكله، تمام؟ فهي انتوا بالنسبه لكم طبعا اللي هيشوف ده يا قد ايه ده هو الموضوع صحيح متعب، بس كمان احنا لما سبحان الله من رحمه ربنا ان احنا لما بنتعود على وضع معين بيبقى هو ده العادي بتاعنا، فما بنحسش بتعب وما بنحسش بالكرب اللي انتوا متخيلينه ده. ف دي من رحمه ربنا. بس طبعا ايه، الناس بتشوف من بره انه يا لهوي ازاي بتعمل كده، ازاي مستحمله كده، ازاي. تمام، قلبكم علينا ودي حاجه كويسه جدا، وشكرا لكم بجد. بس اللي انا بقوله بلاش حته ان انتوا ترموا قوي ان احنا يا حول الله يا رب، يا ده انت ابتلائك كبير، ده انت ابتلائك شديد، اصبري. جماعه الكلام ده بيخوف والله العظيم. جماعه احنا بنخاف، والله العظيم بنخاف، بنترعب. ابتلاء ايه وشديد ايه وكبير ايه؟ بترعبونا معاكم. يعني انت حتى لو الكلام ده جواكي، يعني لو انت جواكي الكلام ده تقوليه، ممكن تقوليه بطريقه رحيمه شويه، او ممكن اصلا ما تقولهوش عشان ما تحسسناش ان احنا في حاجه كبيره، واحنا ربنا بيهونها علينا في الاساس. بس اللي بيزعل نظرتكم لينا، اللي بتخلينا نحس ان احنا مكسورين، او ان احنا مش زي بقيه الناس. النظره دي بتزعل وبتضايق وبتكسر، فنخلي بالنا قوي. كفايه مثلا ايه؟ تمام، ربنا يعينك، الله يقويكي، وشقلب وقلب كده، وما تمسكوش كتير في الحوار ده. ما تقعدوش بقى ايه انت ازاي بتعملي كده، ياه ده انت ما اعرفش مين، لا لا لا. بلاش تكبروا الحوار قوي، ان انتوا والله احنا بنترعب وبنخاف لما بنلاقيكم بتقعدوا يعني تكبروا في الحوار قوي كده، وده انت ابتلاءك شديد. يا عم في ايه يا عم؟ شايفيني ماشيه بشنطه في شعري؟ يا جماعه في ايه يا جماعه؟ الحمد لله الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. فدي حاجه احنا بنقولها. النقطه الثانيه المهمه اللي صاحبتي فتحتها معايا بصراحه، وانا حبيت اقولها لكم في الفيديو، النقطه بتاعت الشخص ده. احنا هنتكلم بقى، احنا سيبنا الشخص الكويس والنيه كويس، هنتكلم بقى عن الشخص اللي نيته مش كويسه. الشخص اللي بيفرح من جوه ان هو شايفك في اذى، او ان هو شايفك في ابتلاء، فهو حاس هو من جوه بيعمل حاجه. بيعمل ايه؟ هو عنده مشكله. الشخص ده بيكون عنده مشكله ومش قايل عليها، بس لما بيشوفك انت في مشكله فهو بيبتدي يقارن نفسه مع مشكلتك، فيحس ان مشكلته صغيره، فيبتدي ايه؟ الحمد لله انا مشكلتي مش شبه مشكلتها. بس انا بتكلم على الشخص سيء الظن، انا ما بتكلمش على الناس العاديه، انا بتكلم على الشخص سيء الظن. ليه سيء الظن؟ لان هو هيجي مش هيقولك مثلا ربنا يعينك بتاع مش عارفه مين، لا، هيبتدي يهول لك المشكله ويحسسك ان انت عامله حاجه كبيره، وبعدين يبتدي ايه؟ طب انت ساكته ليه؟ طب انت مش عارفه ايه؟ طب انت ما بتعمليش ده ليه؟ طب وانت بتنامي ازاي؟ طب وانت مش عارفه ايه؟ لا 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 لا، انا رايي البنت سيبيها مع ابوها، هو يتحملها، انت مالك؟ هو يتحملها. يعني ايه هو يتحملها؟ لو احنا تمام قعدنا نقول العيل ده ارميه لابوه والام تروح تشوف حياتها،
لازم تفهموا حاجه، الاب ما فهمش ده من الاول، ان هو يبتدي يخلي باله من طفله ويهتم بيه، يشوف الحاجات اللي هو المفروض مصاريفه، اكله، شربه. الاب لو ما جاش من عنده الاهتمام ده، انا ما ينفعش اجري وادور عليه، لانه هو من الاول هو لا يهتم من الاول. تمام. عارفه ان في ناس هتقعد تقول لي لا يا بنتي ازاي وانت ولازم هو كمان يشارك في البتاع، وغصب عنه مش غصب عنه. لو عملتي حاجه غصب عن فلان، تمام، الحاجه دي ممكن هو يأذيكي، وخصوصا لو عرف ان انت متعلقه بالشيء ده. بمعنى انا بجبرك، تمام، انك بالعافيه تيجي تشوف بنتك اللي انت اصلا مش عايز تشوفها، وتتحمل مصاريفها اللي انت مش عايز تتحملها. فهو هيبتدي يحس ايه ده، يعني انا كل الفيلم ده والفلوس اللي بدفعها والكرب اللي انا دخلت فيه والكلام ده كله عشان البنت دي. طب يعني انت البنت دي بالنسبه لك مهمه؟ طب اوكي ادهاني، وانا ما اقدرش اقعد من غير عيالي ازاي؟ طب انتوا عارفين الاب اللي بيقعد بعيد عن طفله، والطفل ده من ذوي الاحتياجات الخاصه، هو ما بيبقاش عارف حتى يتعامل مع الطفل ده، حتى لو هو مش هيعرف يتعامل معاه. يعني الام من كتر ما هي قاعده مع الطفل، انا عايزاكم بجد تفهموني كأم، مش محدش يحط في دماغه ان انا حد وحش، انا عايزاكم تركزوا معايا كأم بعيد من حقوق وبعيد من واجبات. كأم، الام اللي معاها طفل ذوي احتياجات خاصه بتبقى عينه وايده ورجله ومناخيره وبق، بتبقى كل حاجه في حياه الطفل. انا ممكن من اشاره او من زعله او نوع من انواع بتعيط بعياط معين بنبره معينه افهم هي عايزه ايه من غير ما تقول. يعني انا ربنا وصلني للمرحله دي، ودي كل ام كده. كل ام معاها طفل حتى لو عادي بيبقى عندها الخاصيه دي، ربنا مديها لها. تبقى عارفه ان الطفل لما بيعيط عياط معين هو عايز ايه، لما بيبقى واكل بيبقى عايز ايه. ما بالكم بطفل ذو احتياجات خاصه؟ بصوا يا جماعه، انا مش عارفه اقول لكم، يعني انتوا شايفين الورقه دي، تمام، ده بروتوكول علاج البنتي رقم 2. ما تعرفيش البروتوكول الاول كان 4 صفحات، 4 روشتات وش بظهر، وبتاخد فيهم دوايين كهرباء بمواعيد معينه. طب انا لو جه في وقت ومثلا والدها جه قال لي مثلا انا عايزه مثلا لمده اسبوع مثلا تقعد معايا، على عيني وعلى راسي، ده طبعا ده كده كده هتاخدها مفيش مشكله. بس انا هبقى برضو مباشره معاه انه يشوف الادويه، اتابع. طب لو هو سيء الظن، لو هو حد وحش، تمام، انا مش بتكلم عليا دلوقتي لان هو ابو بنتي حد كويس، انا مش بتكلم عليه دلوقتي، انا بتكلم على افتراض يعني ان هو حد مش كويس. خلاص، ده هيعمل ايه في عيلك؟ احنا بنشوف الحوادث والحاجات الوحشه، ومش عارفه حد خد ابنه لذوي احتياجات خاصه وقعدوا في الحمام وربطوا في التويليت وسابوا من غير اكل وبقى بياكل على مش عارفه ايه، والكلام والقرف اللي احنا بنسمعه ده. ليه ده كنت بيحصل؟ لان بعد الانفصال الام قررت ان هي ده طفل ذو احتياجات خاصه، وانا ما حدش هيتجوزني بطريقتي دي ومش عارفه مين، فخد يا راجل خد ابنك وترمي العيل وتهرب وتعيش حياتها. هو الاب بقى حاسس ان ده عبء، استحمل يوم، استحمل 2، استحمل شهر، استحمل 2، مش قادر، خلاص انا مش قادر اشوف، فيبتدي يعامل الطفل اي معامله وهوبا يرميه. تمام. طبعا الحاجات دي عند ربنا خلاص ما فيهاش 1 2، خلاص احنا كلنا عارفين بتبقى مصيرها ايه، والله تعالى اعلى واعلم. بس اللي انا بتكلم فيه، ما فيش ام بعقلها بترمي ضناها. من الاخر الضنا ده خط احمر عند اي ام. تمام. فانا ما ينفعش العب بيه لعبه انا شايلاه لوحدي، ولو انت مش هتشيل لوحدي انا هرميهولك. محدش هيعمل كده، مفيش ام بعقلها ربنا مديها عقل انا عليها بالعقل ان هي ترمي ضناها خالص، حتى لو لابوه الام استحاله ترمي ضناها. ما ينفعش، لا جواز، لا مصاريف، لا اكل، لا مفيش اي حاجه من الحاجات دي تمنع تخلي ام عاقله تقول انا هفرط في ضنايا عشان الاب يتحمل مسؤوليته. ده انا اعرف ستات بتشحت بعيالها ما عندهمش مشكله، احنا هنشحت بعيالنا بس عيالي في حضني معايا.
انا اللي بهتم بيهم، انا اللي باكلهم، انا اللي بشربهم. ما ينفعش العب اللعبه الرديئه بتاعت ده عبء عليا ومش عارفه مين، يلا خد عيلك يلا خد. ايه القرف ده؟ احنا عايشين فين؟ احنا عايشين في غابه؟ مفيش كلام ده، حتى في الغابه مفيش. ده ام الفيل ولا ام الغزاله ولا ام الاسد ولا اي حد من الامهات دول ما بيفرطوش في عيالهم. دي القطه لما من شده خوفها على عيالها بتاكلهم. فانتوا بتتكلموا في ايه؟ مش هنلعب لعبه بتاعت مصاريف العيال دي كتيره ف هنرمي. تمام. ونرجع تاني للنقطه بتاعت اللي عماله تصير مني، بتاعت الشخص الوحش اللي بيتمنى لك الشيء الوحش، اللي بيعمل مقارنه بينه وما بين نفسه عشان يبين ايه قد ايه هو في نعمه، قد ايه هو مش عارفه مين. مفيش مشكله، انت فل وجميل. هنيجي بقى لعبه الدنيا دواره، دنيا دواره وبتلف. تمام. نيجي بقى في النقطه دي، الشخص ده اللي هو الوحش ده سيء الظن ده هيجي عليه يوم وربنا هيبتليه نفس الابتلاء بتاعك. انا بقول لك بيبتلي ليه بقى؟ لان هي الدنيا دواره، لان هو ده ربنا عدل، وده عدل ربنا في الدنيا. مش لازم نفس الشيء بعينه، بس هيجي لك ابتلاء. تمام. يعني انت هتفهم منه ان ده بسبب ان انا والله اتكلمت، او ان انا اتريقت، او ان انا ضايقت حد على الابتلاء بتاعه. فالدنيا دواره والله، وجايز يكون نفس الابتلاء. تمام. وقتها الشخص ده، هنا بقى عايزين نسال سؤال مهم جدا. هل الشخص الوحش ده لما يحصل له الحاجه الوحشه دي، انا كواحده هو الشخص ده اتعرض لي وضايقني وفي ابتلائي، تمام، هل انا من حقي ان انا من جوايا اشمت او افرح فيه؟ وهو ده السؤال اللي انا وصاحبتي كنا بندور له على اجابه. هي قالت ان ده شعور شيطاني وحاجه وحشه وما ينفعش ان حد ما ينفعش ان احنا نشمت يعني في حد وكده. وهي بصراحه انا قلت لها انت عندك حق، بس انا كان ليا وجهه نظر تاني. ليها وجهه نظر ان ربنا عنده عدل، العدل بتاع ربنا في الارض ان انت تشوف الشخص اللي ضايقك القلم بيلف وبيجيله على قفاه او بيلف وبيترد له في وشه، وعينك تيجي في عينه بكلام انت لا انت بتقوله ولا هو بيقوله، بس انتوا الاتنين فاهمين عينيكم اللي هو ايه، شفت زي ما انت عملت معايا ربنا عمل معاكي. والتاني يقول له شفت، ده حقك عليا، انا ما كنتش اخد بالي. وعلى فكره انا الناس كانت ترجع تقول لي الكلام ده بعد ما كان يحصل لهم الابتلاء، كانوا يرجعوا يقولوا لي الكلمتين دول، يقولوا لي انا اسفه، انا اسفه، انا ما كانش حد، ما كنتش، انا لما جيت قلت لك كذا ما كنتش حاسه بيكي، بس دلوقتي حسيت بيكي. والله العظيم كانوا يجوا يقولوا لي كده، لما كذا وكذا وانا قلت لك كذا وكذا، وانا يظهر ان انا ضايقتك في كذا، بس لما انا اتحطيت في نفس الموضوع ما كنتش حاسه بيكي، بس والله انا حسيت بيكي دلوقتي، حقك عليا ما تزعليش مني. ولا انا مش زعلانه منك. وعايزه اسمع رايكم في الكومنتات، ومعلش انا طولت عليكم. وما تنسوش تعملوا الاشتراك، واحنا بقينا 95 مشترك. ما تنسوش تعملوا اللايك الشير السبسكرايب يا جماعه. وشكرا جدا ليكم، ومع السلامه.